زي ما اتفقنا في آخر مرة لما كنا بنحكي قصة السيدة مريم، وقلنا بإذن الله سبحانه وتعالى كل فترة هنعمل قصة جميلة يكون فيها عبرة للناس، واحنا كمان نستفاد ونعلم أولادنا ونعلم شبابنا ونقول لهم القصص بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيام الدعوة كانت عاملة ازاي، وكانت ايه اللي بيقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة بتاعته. الناس كانت مستغربة الموضوع جدا، الإيمان كان صعب جدا ان هم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كانت القصة قصة قبلية، ان ليه يطلع النبي من بنو هاشم ما يطلعش من مكان تاني ليه؟ فكان الموضوع صعب جدا، والعرب في الفترة دي او في الوقت ده كانوا صعبين جدا في التفكير، ولكن هم كانوا شطار جدا جدا في اللغة العربية. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن باللغة العربية، وتحدى ربنا سبحانه وتعالى اي حد ان هو يأتي بمثل آية. يعني محدش يقدر يقول آية شبيهة لأي آية في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى اخترنا قصة عميقة جدا، ولكن أنا اللي بطلبه من الناس إن هي تشاركنا في التعليقات، إن هي تعمل لنا اشتراك للقناة، علشان الواحد بيحاول إن هو يقدم للناس حاجة كويسة جدا، بيحاول إن هو يجتهد ويدي الناس كل الأفكار اللي عنده وكل الحاجة اللي عنده. فأتمنى إن الناس تعمل لنا اشتراك في القناة. النهاردة هنتكلم عن السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، هنتكلم على السيدة عائشة العفيفة، هنتكلم عن السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنحكي عنها قصة جميلة جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طالع في غزوة من الغزوات، وكان دايما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيجي يطلع غزوة من الغزوات كان يعمل قرعة ما بين زوجاته، يعني يشوف هو هياخد مين معاه في الغزوة دي. فعمل القرعة، فطلعت القرعة على السيدة عائشة. احنا يا جماعة يعني بالخصوص هنتكلم عن حادثة الإفك، فلما لما طلعت القرعة على السيدة عائشة، فالسيدة عائشة راحت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان دايما فوق الناقة بيحطوا هودج. الهودج ده كان خاص بالنساء، كانت بتركب فيه النساء أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أي مكان منهم. فركبت السيدة عائشة، وزمان كمان كان يعني السيدة عائشة كان البنيان بتاعها ايه، مش كانت خفيفة جدا، وكانت رقيقة جدا، وكانت جميلة جدا جدا، حاجة بسم الله ما شاء الله. في الطريق السيدة